يا بابا، هو احنا ليه من ساعة ما جينا العصر ده أي حد يتكلم معانا يقول يا فرعون؟ هو احنا فراعنة يا بابا؟ سؤال ممتاز يا نفر كارع. أنا كمان مستغرب للموضوع ده يا ابني. علشان كده سألت حاجة اسمها الذكاء الصناعي، وهقول لك قال لي إيه بالظبط. يا اللي بتتفرج أنت، أمره ملكي، اعمل لايك واشترك في القناة بدل ما يصيبك لعنة. يلا نكمل. إيه ده؟ إيه هو الذكاء الصناعي ده يا بابا؟ الذكاء الصناعي يا ابني عامل زي كبير كهنة المعرفة في عصرنا. بس هو آلة. دي آلة عندها قدرة رهيبة على لمع كل المعلومات وتحليلها من كل العصور واللغات بسرعة الصاروخ، وتقدر ترد عليك بالملي. أنا سألتها عن أصل كلمة فرعون دي بالذات. تمام يا بابا. إيه اللي قالوا لك بقى؟ قال إن كلمة فرعون أصلها في لغتنا القديمة هي برعة، ودي كلمة مهمة جدا. برعة إيه معناها بالظبط؟ معناها بالظبط البيت العظيم أو القصر. أوه. يعني كلمة بتوصف المكان مش الشخص نفسه. تخيل إنك في البيت بس بتتكلم عن كل الأوامر والقرارات اللي بتصدر منه. زمان لما كان موظف في القصر بيكلم حد تاني كان بيقول الأمر ده جاي من البيت العظيم. يعني الكلمة كانت بتشير إلى المكان أو المؤسسة اللي بتصدر الأوامر، مش لشخص الملك نفسه. يعني كانت زي ما بنقول إحنا على مكان عظمة الإله آمون بالظبط. أو زي ما بيسموها هنا دلوقتي البيت الأبيض لما يقصدوا رئيس أمريكا. طيب إزاي تحولت من البيت العظيم إلى اسم يطلق على جلالة الملك؟ هي دي بقى الحتة اللي الذكاء الصناعي وضحها. قال إن اللفظ ده بدأ يتحول من بعد عصرنا بشوية، تحديداً في فترة اسمها الدولة الحديثة. بدأ الناس يستخدموه كلقب غير مباشر يشير إلى الملك. لقب؟ يعني زي ما بيقولوا عليا نوبتي أو سارع. لا يا ابني. كلمة لقب هي صفة تطلق على الشخص بدلاً من اسمه، لكن الفرق هنا مهم. سارع ونسوبيتي هي الألقاب الخمسة الرسمية اللي كنا بنحطها في الخراطيش. لكن برعاه فضلت طول عمرها لقب كناية غير الرسمي للمكان، وتحولت لدلالة على الملك نفسه في فترات متأخرة. يبقى احنا مش فراعنة بشكل رسمي، صح؟ صح يا ابني، وده اللي أكدهولي الذكاء الصناعي من القرآن الكريم. قال الذكاء الصناعي إن القرآن ذكر هذا اللفظ 74 مرة، بس ما قالش أبداً الفرعون. دايماً بيقول فرعون بدون الألف واللام. يعني ايه بدون الألف واللام؟ معناها يا حبيبي إنهم ما بيستخدموش أداة التعريف اللي هي زي ما بتقول أنت لما نقول الملك يبقى قصدنا أي ملك، لكن لما نقول فرعون بدون الألف واللام ده بيخلي الكلمة أقرب لأن تكون اسم شخص محدد اسمه كده، ومش صفة عامة لكل الملوك. زي لما بينادوا عليك باسمك تهوتمس، مش بيقولوا التهوتمس. برافو عليك، تمام قوي كده. وكمان القرآن ذكر حاكم مصر في زمن سيدنا يوسف بلقب الملك، وذكر حاكم زمن سيدنا موسى باسم فرعون. ده معناه إن كلمة فرعون كانت بتطلق على شخص بعينه، وهو اللي عمل كل الشرور دي. يا بابا، هو مين سيدنا موسى ده؟ سيدنا موسى هو نبي عظيم، ربنا بعته في زمن واحد من حكام مصر، وهو فرعون ده بالذات. وحاول فرعون ده يظلم قوم موسى وبني إسرائيل. إذن الفرعون الظالم ده ما كانش مننا إحنا المصريين القدامى اللي بنينا المعابد بالعدل؟ بالتأكيد يا ابني. ملوكنا الأصليين حكموا بالماعد، والطاغية ده ما بيمثلش عظمة مصر أبداً. ده اللي بيرجحه علماء كتير متخصصين يا ولدي. الذكاء الاصطناعي قال إن بعضهم بيرجح إن الحاكم ده كان من الهكسوس. إيه هم الهكسوس دول؟ الهكسوس يا ولدي كانوا ناس أغراب جم من آسيا وحاولوا يحتلوا جزء من مصر في فترة ضعف، واتوصفوا إنهم كانوا رعاة. لو وصلت لحد هنا اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. تصرفات فرعون موسى القاسية دي ما تتفقش أبداً مع الماعد اللي هي قانون العدالة والكون اللي كنا بنحكم بيه. أيوة، دي وصايا أجدادنا. يعني هو ما كانش بيحكم بالماعد بتاعتنا بالظبط. عشان كده القول الصح اللي يريح ضميرك هو إننا مش فراعنة بالصورة اللي الناس بتقصدها. إحنا ملوك مصر القدامى اللي حكمنا باسم العدالة والتوحيد للإله آمون. أما الفرعون ده فهو اسم شخص محدد ارتبط بالظلم والقسوة. الحمد لله. كده فهمت يا بابا. يلا يا بطل عشان نكمل أكلنا، وما تخليش اسم غريب ينسيك عظمة الألقاب الحقيقية. عرفت بقى يا ابني إن اللي بني الأهرامات مش الفراعنة، إنما اللي بناها المصريين القدماء.